الاهلي بيسن سنونه وفاز على جورماهيا الكيني 3-0. اجهز يا زمالك. وعايز اقول بس ما يعني نصيحه كده لعيبه الزمالك عايزين ليله المباراه تبصوا قدام المرايه تمام بتقولوا ايه بقى؟ انا كويس، انا زي البومب، انا زي الحديد. انا مش كويس ولا زي البومب ولا زي الحديد. نخش في الموضوع. عارف ابدا ازاي يعني؟ ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. الاهلي عمل مباراه كويسه وراجل المباراه النهارده الصراحه يحيى عطيه الله. اللعيب بدا احس ان هو لبس خلاص في النادي الاهلي، اندمج، بيعرف يركز يشوف الكره فين. وكويس ان وسام جاب جون، دي اهم حاجه عندي نفسيا قبل ماتش الزمالك. واول حاجه بقى نتكلم فيها النهارده في الماتش الشوط الاول في الدقيقه 3. هنا امام عاشور عمل كره طوليه، دايما بيعمل الكره الطوليه دايما فين؟ لاما التاو او الشحات. عندي بقى تعليق على الكره دي. هنا الرفعه انا كنت عايزها ارضيه، يعني ارضيه. ليه طولي وليه جناحه تحت الحارس؟ هنا وسام عجبني في الحته دي، ما دخلش برجله، كان هياخد انذار فايه سابها للحارس. بعد ما سابها للحارس في حاجه حصلت غريبه هنا اهي الكره دي عندي ما اعرفش الحكم ماله، دي ضربه جزاء يعني بسم الله الرحمن الرحيم في الدقيقه 3 ضربه جزاء اهو. بالنسبه لهاني ده حبيب قلبي والله، ده انا هسيبك تعال. الشحات هيرفع الكوره ولا هيباصي ولا هيعمل ايه؟ فهو اختار انسب واحد في الملعب واحلى واحد في الملعب واحلى واحد في فرقه النادي الاهلي. مين بقى؟ محمد هاني. عمل ايه بقى؟ يعني انت سايب كل ده تمام، ارفع حرامي، ارفع، اعمل اي حاجه، اديها لمروان عطيه، راح ساب كل ده واداها لهاني. طب ما تيجي نشوف هاني عمل ايه بقى؟ ساب الدنيا كلها يلا بسال هاني يلا هاني ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده اللي انت عملته ده؟ ايه ده؟ معلش انت اصلا عندك هنا رامي ربيعه مش اوفسايد متغطي، يعني انت لو رفعت له الكره جون تمام كده. وعندك يحيى عطيه الله واقف وقفه صح فتشمسها له، وانت اصلا المفروض واحد بتاع اوفرات يعني هتعرف ترفع، ده انت لو بتعرف ترفع اصلا تمام. فايه ده ان شاء الله؟ فكر اديها لتاو راح اديها طويله. مش هعلق في كلمه هقعد اقولها في طول الفيديو، شغل مدرب ده شغل مدرب ده الناحيتين، لا اما الشحات يعرض لتاو لا اما تاو يعرض لمين؟ للشحات، على حسب رتم المباراه تمام. هنا بقى الشحات بص الكره تاو النهارده ما اعرفش ماله، بيحس ان رجله حلوه قوي في الاستادات بتاعت افريقيا اللي هي متبهدله يعرف يلعب فيها. لسه قايل لكم الفيديو اللي فات شوارعي تمام. هنا المفروض بص مش متسلل ولا اي حاجه، استلم يعني في ايه مالك؟ ليه الكوره تطول منك كده؟ استلم يا عم، استلمها صح. طولت منه طبعا خلاص شكرا. شغل ومدرب، لسه بقول لكم ايه؟ شغل ومدرب. عايزين تركزوا مع كولر بجد بقى. اي كره للمنافس يجي يباصي ما يعرفش يباصي، يقعد يتنقل في الدفاع عنده، يجي يباصي ما يعرفش يباصي، اول ما يباصي الكره تقطع. بصوا باصي قطعت تمام، ده خد من ده كتير طول الماتش تمام. يلا الشحات هنا بيحاول يشوف هيديها لمين، ده اوف سايد خلاص بالسلامه. طويله يا تاو برضو. هنا في الدقيقه 20 امام عاشور النهارده ما كانش طبيعي، كل الكور عنده عايز يشوط. في الدقيقه 20 برضو تاو رقص وخد الكوره واداها له استلم يعني بقى ربنا عايز يشوط. يا ابني ما اهو الشحات اهو انفراد، لا هشوط. راحت فين بقى؟ بالسلامه. في الدقيقه 22 تاو، محمد هاني، وامام عاشور. طبعا الكره مش هم الثلاثه اصلا النهارده اوف، طبيعي الهجمه مش هتكمل. ايه اللي هيحصل بقى؟ تمام. هنا امام عاشور حاول يباصي لاي حد من جنب ما لقاش، فراح بصل مين؟ لتاو. قرار حلو، ارضيه ملعب ما اعرفش ايه ده ما اعرفش ارضيه ملعب ولا ايه ما تفهمش. المهم فخد قرار غلط، يعني كان المفروض يديها لمين؟ لاكرم. لا انا هديها لمين؟ لهاني. اداها للشخص الغلط وبصه غلط كره طلعت خلاص، الكره هجمه باظت. يحيى عطيه الله اللي عجبني في الجون الاول مش الرفعه، رفعه راسه قبل ما يرفع. ما تيجي نشوف. هنا كان عايز يرفع، كان هيرفع ركنيه عادي، كان عايز يرفع، ده للشحات. بعد ما اداها للشحات رفع اهو، بص راسه، رفع راسه قبل ما يرفع الكوره يا هاني، رفع راسه الاول هيشوف هيرفعها لمين. بص اداها لمين؟ اداها لمين؟ لرامي. هالاند واقف وسط 1 2 3 4 5 وجابها جون. الله اكبر عليك يا ربيعه. يعني احنا افتقدنا منعم جه مكانه ربيعه الصراحه، يعني بالامانه برضو ده شغل مدرب، ركزوا في الكلمه دي كتير. محمد الشناوي كان عنده مشكله قبل ما يتصاب ويجي شوبير، كان عنده مشكله في التردد، يطلع بالكره اي ركنيه او اي رفعه بحس انها ضربه جزاء علينا الصراحه.
وفي وجود الشناوي، فالشناوي بيطلع خطوه ويرجع تاني. هنا عمل ايه بقى؟ هنا رفع ركنيه، بصوا رفع ركنيه، طلع خطوه برده، بس ايه، فكر وتأنى، رجع تاني عشان الكره كانت رايحه الايه، راح رجع تاني مسكها. خدوا بالكم حصلت كتير في الماتش ده، هتشوف شغل مدرب. ايه بقى اللي حصل هنا؟ هنا الشناوي شاطها راحت للدفاع، تمام، التمركز بتاع خط الوسط، اكرم توفيق قطع. شغل مدرب. ركزوا في الفيديو، في الكلمه دي طول الفيديو. اي ما الكوره تلاقي مع منافس ركز في القطعه، يعني الكوره مع المنافس هيهاجمك، توقع ان في قطعه هتحصل مع عندك من الفرقه عندك، نفس القصه، قطعه بعد ما قطعه هجمه خطر. برضو في الدقيقه 33 كان في فاول علينا، الشناوي بدات تطمن، هيرفع، بصوا ثابت. هم هنا اصلا شاطوا على الجون عشان هم متوقعين هو على طول بيطلع قدام، وكانت هتخش على فكره لو ما كانش اتعلم، كان هتخش، بس هو هنا اتعلم. وعجبني في الشناوي الحته دي قوي النهارده. وسام النهارده هو جاب جون الحمد لله كله تمام، وانا كنت مبسوط ان هو جاب جون، بس مش طبيعي النهارده الهجمه، يعني رفعه دي اترفعت حلوه قوي من حسين الشحات. يلا بقى وسام، يعني ليه اتقدمت خطوه قدام كده؟ ليه سبقت الكوره؟ يعني ده الف ب، ليه سبقت الكوره؟ طبعا سبق الكوره اتزحلقت من راسه وخلاص كده الهجمه راح. شغل مدرب يا جدعان. كولر اقسم بالله عايز اقول لكم ده جندي مجهول، بنقعد نركز مع اللعيبه، مركزش مع كولر. انا في الفيديو مركز مع كولر. ايه بقى؟ ركزوا في الدقيقه 43 كان في كوره، في فاول لينا، رامي ربيعه، تحركات رامي ربيعه وحسين الشحات مركز معاه. الفكره هنا في مين؟ في تحركات رامي. بص رامي ربيعه كان فين وبقى فين، كان هنا وبقى هنا. بص التحرك اهو. طبعا طلع طويله شويه، بس احنا بنركز في تحركات رامي ربيعه، وبدا يسمع كلام كولر بجد ان احنا عايزين نعوض عبد المنعم، وفعلا صراحه عوضه. برضو زي ما امام عاشور بيحب يشوط، النهارده حسين الشحات برضو عمل كوره كده في الدقيقه 44، رقص وعمل كل حاجه تمام. يلا هتقول لي ما هيباصي لمين يا عم محمد؟ يا عم ما الشوطه من هنا صعبه اصلا، انا عارف ان الحارس متطرف شويه، بس الشوطه من هنا صعبه، وبالتالي النتيجه ايه؟ في الشلاحات. نيجي بقى في الشوط الثاني في الدقيقه 46، ايه اللي حصل؟ محمد هاني، انا مش هقول حاجه تانية، مش هعلق. محمد هاني، ما تيجي نشوف كرة جايه لمحمد هاني من فيرستاو حلوه، وجايه له لوحده، يعني جايلك من فوق لوحدك، استلم، لا ده سابها المدافع، خد الكرة هنا، مش عايزها، مش عارف، انا بيعمل حاجات غريبه. اهي اهو الكرة نازله له هو، يعني الكرة نازله لك يا عم هاني، ايه المشكله لما استلمها؟ لا يا بقى، سابها ووقف وراح ناحيه المدافع، ما تفهمش. وبعدين انا محمد هاني ما اعرفش هو ليه، هو عمر كمال قاعد بره ليه يا جماعه؟ معلش يعني محمد هاني لو سايبه عشان الدفاع ماشي، ما عمر كمال برضه بيعرف يدافع وبيعرف يرفع. محمد هاني النهارده ما عملش رفعتين بس، ولا رفعه واحده اعتقد طول الماتش كله، فمش عارف عمر كمال قاعد ليه بره الصراحه. اكرم توفيق، يعني مروان عطيه عايزه يستفيد من الحته دي. انا عندي مروان عطيه واكرم توفيق الاثنين قبل كده ما كانوش اصلا بيطلعوا الكوره من خط الوسط كاسيست للهجوم. اكرم توفيق دلوقتي بدا يجي على نفسه شويه، وبدا يضغط على الدفاع وياخد الكوره، وبدا ما يباصي بدا يعمل ايه بقى؟ يبدا يصنع هجمه، مش مجرد زي يعني مروان عطيه مشكلته هو بياخد الكوره ويباصي، ياخد الكوره ويباصي. اكرم توفيق عمل فنت تمام، وبدا ما يباصي باصه عاديه، ده صنع هجمه، وبقى ايه ده جون. يعني عايز اقول لكم الجون الاول اصلا كله 90% اكرم توفيق، تمام. عمل هنا فنت، مشي الباصه هنا، لو مكان اكرم توفيق مروان عطيه كان باصها باصه عاديه، هنا عمل اسيست عالمي. ويحيى بقى عطيه الله، يا سلام عليك يا يحيى، اي واحد مكانه طبيعي ان هو هيرقص عشان يجيب جون. انا لسه جاي للفرقه جديده، عايز اجيب جون، مفيش اثبت نفسي والكلام ده، انا عايز اساعد في الجون، وبالتالي عشان كده خليته راجل مهاره النهارده. اهم حاجه نديها لمين؟ وسام. انا كان اهم حاجه عندي وسام النهارده اجيب جون نفسيا حتى. وشكرا يا يحيى بجد، الحمد لله على سلامتك يا صاحبي. في الدقيقه 55 الشوط الثاني، محمد هاني، طبعا ما اقول محمد هاني تعرف ان الهجمه ضاعت. محمد هاني المفروض هنا الكوره، هو الطبيعي ان محمد هاني بيعمل اوفرات، هو هنا عمل قال لا انا مش هعرف ارفع بقى، فانا هشوط. طب ماشي يا عم، انت رجليك حلوه على الجون مفيش مشكله. طب قبل ما تنفع ما كانش ينفع تديها لتو؟ ده تو بص واقف عامل ازاي، اديها لي، لا مش هديها لك يا عم انا هشوط. طب شوطه حلوه، ايه ده؟ ركنيه، ماشي مفيش مشكله، جت ركنيه، مش هعلق. يا رامي ربيعه هنا هتلاقيه بيتكلم مع مدافع، ما انا عايزك يا رامي ربيعه اول ما يكون في كوره فاول على حوالين الصندوق او ركنيه تركز مع اللي هيرفع، خليك زي عبد المنعم، انت زي الفل وكل تمام، بس عايز النقطه دي بس تركز معاه فيها. هنا هيرفع اهو، هتلاقي رامي ربيعه بيتكلم مع مين؟ عايز يشرب بقى معاه كوبايه شاي، ولا مش عارف بيعزمه على ايه، ما تفهمش بيتكلم معاه في ايه، ولا عليه ورث ده ولا ايه، مش فاهم يعني. سيب يا عم ما تركزش يا عم على اللعيبه، يا عم ركز في الرفعه،
هو هنا اتفاجئ، بص هيبدا يجري بقى، هيبدا يتحرك، خلاص خلصت. حتى لما راحت لمروان عطيه برده ما رفعهاش الرفعه الصح، وبالتالي برده راحت المدافع. خلاص من المدافعين هم مركزين، مش عمرو ربيعه في الكوره دي. التغييرات لما قلت من شويه مروان عطيه ماله، مروان عطيه مش بيعمل هجمه ك صناعه هجمه خطر، لا هو كان بياخد الكوره ويشكر على كده ويقطعها زي الفل، مفيش اي مشكله خالص، ويباصي ما بيعملش زي اكرم توفيق. طيب وعشان خاطر كلامي صح، ايه اللي حصل؟ السوليه نزل مكانه في الدقيقه 59، وكهربا نزل مكانه وسام، ورضا سليم نزل مكان تاو انا خفت لا يزعل، بس الحمد لله لقيته بقى هو طلع من الناحيه الثانيه كده، راح عمل كده تمام، خلاص عرفت هو ما زعلش. شغل مدرب. ها الكوره مع مين؟ الكوره مع مين؟ مع الدفاع مع الدفاع جرماهيا، الضغط، ها اقطع تمام. لا في حته ثانيه كمان، استنى، 3 ولا 2 على 1، 2 على 1، ها اقطع. شغل مدرب عالمي. الكوره دي قفشه نزل، بعد ما قفشه نزل انا مش عارف ليه قفشه ما بصاش الكهرباء في الدقيقه 75، ما اعرفش ليه قفشه مش بصاها الكهرباء، المفروض يبصيها الكهرباء، خد قرار بالشوط، انا عايز انزل اجيب جون، ايه اللي حصل؟ ها بعيده خالص يا قفشه، مش عايز اعلق، انا بحبك. الشناوي يعني بصوا عشان تعرفوا ان كلامي صح، الكلام اللي قلته في بدايه الفيديو بيجي ايه، بيبان لكم دلوقتي. كل الرفعات اللي رفعوها جرماهيا النهارده كلها كانت رايحه ناحيه الجول، عشان عارفين الشناوي بيطلع قدام، بيسيب الهجمه الرفعه نفسها بيطلع قدام، هو ما بيطلعش من على الخط الا بيرضى، وعشان كده كل الكور اللي مرفوعه الشناوي كان بيصدها. شغل مدرب. ها ركزوا كده، بصوا هيباصي هيبقى هتتقطع، يحيى عطيه الله السلام عليك، السلام عليك. وكمان بقى ايه بقى، يحيى عطيه الله قطعها واداها لقفشه، وقفشه عمل الهجمه اللي هي النهارده هسميها هجمه الماتش، دي الهجمه اللي انا قاعد اتكلم فيها 50 ساعه بقى. ايه بقى الهجمه؟ اداها لمين؟ لقفشه. قفشه اداها لمين؟ لكهربا. كهربا حرفيا مش انفراد، ده انت طلعت على الطريق الصحراوي وانت لوحدك مع الحارس، والحارس كمان سهل عليك الكوره وساب الجون خالص وطلع قدام عشان تشمس. الحلول اللي موجوده كلها جوان، ترقصه، تشمس، تطلع يمين، تطلع شمال وتجيب الجون. هو ساب كل ده وشاطها في الحارس. يا كهربا مش عايزين نضغط عليك اهو، في ايه تاني؟ في ايه ده؟ في ايه تاني؟ في ايه تاني؟ بص الحارس فين؟ بصوا الحارس فين؟ ده هو لو رفعها خلاص جون. هو على فكره بيفكر تفكيرين، مش كده، بيفكر تفكيرين، بدل ما قال انا هرفع ولا اخدها بجنب ولا هعمل ايه، فكر تفكيرين، جابها في الحارس. ركز يا كهربا، ركز يا كهربا. الجون التالت في الدقيقه 91 اللي عاجبني في الجون ده، المشكله اللي عند قفشه اللي هو دايما بيجي في لحظه من اللحظات كده بياخد قرار غلط، بياخد اسيست غلط، عايز اعمل اسيست فاجر فباخد قرار غلط. هنا الدنيا سهله وبسيطه، راح مديها لطاهر. طاهر توج موجوده النهارده بالجون ده، هو نزل عمل حاجه، نزل وعمل خطوره هو واكتر من قفشه كمان. كهربا راح مستلمها اللي سلمها لقفشه، قفشه راح مديها لمين بقى؟ ها لكهربا تاني، اتقطعت راحت لقفشه، قفشه بكل سهوله اداها لمين؟ لطاهر. طاهر احسن حد في النادي الاهلي بيجيب جون من الحته دي، بصوا مشهور بيها من زمان. جون الجون الثالث انا فرحت اللي هو جه عشان بيتوج بس مجهود طاهر. لا في نقط حلوه انا قلتها في المباراه كلها، والف الف مبروك، وان شاء الله بقى عايزين نركز للسوبر علشان ده ماتش الموسم. سلام.